اللب ده احتار العلماء في وصفه انه اقوى مضاد للسرطان. لب اليقطين او حب القرع او زي ما بنقول عليه اللب الابيض طاقي من التهابات المفاصل، وده لانها غنيه جدا جدا بمضادات الاكسده التي تعمل كمضاد التهابات والحد من التهابات المفاصل. كمان بتحتوي على الاحماض الدهنيه اوميجا 3 يعني بتنشط الذاكره. كمان بتساعد على الحد من التصلب اللويحي وتحسين جوده الحركه. طاقي من السرطان حيث تحتوي على مواد كيميائيه نباتيه بتوازن هرمونات الجسم البشري، فانها تحد من سرطان البروستاتا وسرطان القولون وسرطان الثدي. تخفض نسبه الكوليسترول الضار وبتقي من مرض السكر. تحد من اعراض سن اليأس زي الصداع وزي تقلبات المزاج. فاكرين الكمأة اللي النبي قال عليها الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين؟ الكنز ده بيظهر مرة واحدة بس في السنة، في شهر فبراير وسط رمال الصحراء وخاصة مدينة مطروح. مش أي حد يعرف قيمتها الحقيقية، وفوائدها عظيمة وبتقوي البصر وبترجع النظر. وهسيب لكم كل الفوائد وطريقة الاستخدام الصحيحة في أول تعليق.